سلام ليا قوتات ديالي، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هذه القصه ديال تبرد القلب اللي كتحس براسها راجلها ظلمه واللي كتحس براسها ما واخداش حقها في الحياه الزوجيه ديالها. المهم هذه القصه ديالي غادي تبرد لكم قلبكم. انا كنت معاه مرة ونصوت طلع معايا شماته، وانا رديت دقتي بالسكات ما خليتهاش فيه، وغير بشويه عليا بحال اللي كيقول لك واحد المثل بالبهل كيتكلبوا دنجال، وانا طبقته بالحرف. انا سميتي نوال، حاليا عندي 33 عام. كتبدا قصتي وانا عندي 22 عام. انا كنت واحد البنت ما عنديش مع القرايه بزاف. المهم شديت الباك ديالي بقيت جالسه في الدار. انا ماشي الكبيره وماشي صغيره، انا الوسطانيه في خوتي. عندي الولاد وعندي البنات، حنا 5 بينا. بابا كان مسكين ميسر عليه الله. المهم عنده المحلات ديال البيع والشراء، ما وقفش علينا كاع، ما وقفش على خدمتي. المهم واحد النهار جا عندي بابا قال لي راه واحد السيد كنعرفو راه فتح واحد الشركه صغيره تمشي تخدمي معاه. قلت له بابا نمشي نخدم، وانا فرحانه حيت انا اصلا عارفه راسي غادي نخدم غير على راسي. بابا ما وقفش عليا وحتى ماما الله يخليها ليا. المهم خدمت في هذيك الشركه، بداو معايا ب 3000 درهم، وانتم عارفين 3000 درهم ديال التسعينات راه بحال دابا كتشدي شي مليون. عرفتو كانت كتجيني قداش. ويا البنات مع ما كنت كنصرف لا مع بابا ولا ماما، ما كنعطي حتى واحد شي درهم. فركبني فيز ديال الذهب، قولي لي السلام عليكم، نقول لك غادا نشري الذهب. رجعت كنخدم غير على راسي، ما كنشري لا ماكله، ما كنشري لا حوايج لا والو، غير الذهب. عرفتو فين ما نشوف شي سلسله خصني نشريها، فين ما نشوف شي خاتم خصني نشري، فين ما نشوف شي، المهم حتى الخلاخل هما الخاره. عمري ما درت شي خلخال، وغير كنقول الذهبي شنو هذا، كيقول لي الخلخال كنشريه. وديك الساعات راه كان الذهب رخيص ماشي بحال دابا. كتدي معك 1000 درهم كتجيبي اللي بغيتي من الذهب، يعني يا سلسله يا خاتم يا حوالق. المهم درت واحد الكميه بحال اللي كيقولوا لا باس بها ديال الذهب. بقيت هكاك تقريبا شي 3 سنين. وعرفتوا 3 سنين ب 3000 درهم في الشهر، بكل شهر تقريبا كنمشي نشري الذهب. انا قلت لكم راه ما كنشري شي حتى سروال. الا بغيت السروال كنلبس مع اختي، ولا كنبقى نتحلون، ولا ديك السروال ديالي نبقى نصبنو ونتسنى يلبس ونلبسو. ولكن فيس اللي فيا فيس ديال الذهب، ما عرفت شنو كان كيقول لي عقلي، ولكن هادشي اللي عطا الله. بقيت هكاك تقريبا شي 3 سنين. دازت 3 سنين، واحد النهار ويدخل واحد الولد يخدم معانا. ديك الولد ديك الساعه انا كانت عندي شي 25 عام، عمري ما فكرت في الزواج ولا درته في بالي. قوله لي الراجل نقول لك واش سميتو الذهب. ولكن هاد الولد هذا البنات راه ماشي بحالهم. علاش؟ حيت ملي كيمشي يجيب لي شي قرعه الماء ما كيبغيش يتخلص مني. ملي كيبغي يمشي يجيب لي شي حاجه بحال هكايا من الحانوت، اولا كيخرج، حنا قلت لكم خدامين في شركه راه كنمشيو في الصباح كنخرجوا حتى العشيه، هو كيخرج في الروبو ديالو كيخرج. ملي كيجيب لي شي حاجه ما كيبغيش يتخلص. كونطر ديال الدراري خدامين معانا، الا جاب لك غير بيضه ديال درهم خصك تخلصيه. هذا لا، بحال اللي كيقولوا انا دخلته لعقلي. علاش؟ حيت هذا ماشي مكشاش، وانا الفلوس ديالي عزازين عليا، وهذا ما كيتحاسبش، وانا خصني غير نتخلص نديهم عند الذهبي. الواحد اللي ما كيعزوش عليا الفلوس وانا كنعطيهم له هو الذهبي. اما حتى ما باقي حتى بابا راه قلبي كيحرقني الا مشيت مديت لشي واحد شي درهم. ايوا بقيت كنفكر فيه، كنقول هو هذا الراجل اللي يصلح لي نتزوج به، باش هو يخدم ويصرف عليا وانا نخدم وندير الذهب وندير اي حاجه ديالي بغيتها، ونشري اي حاجه بغيتها، واخا انا عارفه راسي ما غنبغي حتى شي حاجه، غير نتوما راكم عارفين. المهم بقيت كنتقرب منه، هو كيتقرب مني شويه وانا كنتقرب منه شويه، هو كيجيب لي شي حاجه وانا مره كنقول له هاك تخلص، مره ما كنقولوش. المهم قلت صافي، هذه هي الزعطه اللي خصها العدول. صافي هذا السيد هذا هو اللي خصني نتزوج به، ضروري خصني نتزوج به. ما قداش انا نتزوج بشي واحد اللي غادي نخدم عليه. ايوا يا البنات بحال اللي كيقولوا ضربت السقط. تقربنا انا وياه، بقى كيهضر معايا كنهضر معاه، وانا راه زوينه في صيفط الله، راه ماشي خايبه. المهم واخده حقي مزيان وفي النقا. راه قلت لكم واخا ما كنشريش الحوايج، ولكن كنعرف نتول راسي ونقيه في الصباح بالريحه زوينه، شعري ديما مصوب، ضفيراتي ديما نقيين. المهم انا من ديك النوع اللي عزيز عليا راسي. ايوا يا البنات صافي بقيت كنتلاقى معاه خارج الخدمه، كنمشي معاه للقهوه، كنمشيو ناكلو. الصراحه عمري ما خلصت شي درهم. كتجيني غريبه، كنقول كيفاش هو كيتخلص تقريبا نفس الصالير ديالي وعنده هاد الفلوس كيخسرهم بحال هكاك. انا ما كيبقاوليش الفلوس، ولكن نتوما عارفين فلوسي انا فين كتمشي لي. المهم ضربت السقاط بحال اللي كيقولوا، بقينا كنخرجوا، بقيت معاه تقريبا شي عام. ايوا واحد النهار البنات تلاقيت معاه في واحد القهوه، ويقول لي شوفي انا نوال راه هادشي طلع لي في راسي ديال القهاوي ولي سطورات وهداك، صافي راه بغيتك نتزوج بك. قلت له انا واخا، ولكن قبل ما عندك حتى شي شروط تشرطهم عليا. قال لي لا ما كاين حتى شي شروط، حنا اصلا تفاهمنا دابا تقريبا عام وحنا كنعرفوا بعضنا، هادشي العام وحنا كنتلاقاو برا، اما راه ديجا كنخدم معايا شي 6 شهور وحنا في نفس الشركه. قال لي لا ما عندي ما نشرط عليك، ما عندك ما تشرطي عليا بنت الناس، انت عارفه الصالير ديالي شحال، وعارفاني انا خدام وعارفاني فاش خدام، وانا عاوتاني كنعرفك. قلت له المهم انا اللي عندي ما نشرط عليك. قال لي شرطيك لاباس. قلت له شوف
بعد اول حاجه عمرك ما تقول لي جلسي من الخدمه، وثاني حاجه عمرك ما تقول لي نعاونك. قال لي لا، علاش غادي تعاونينا؟ لا انا راه قد بك، انا راه راجل غادي نقد بك وغنشري لك اللي بغيتي وغادي نعيشك كما بغيتي. قلت لها سيدي ما تشري لي ما نشري لك، غير انا ما تقوليش عاونيني، خليني نخدم على راسي بحال اللي جالسه في دار با وخدامه على راسي. غادي نمشي عندك وهنا جالسه معاك وغادي نخدم على راسي، ما تشري لي والو. قال لي صافي لا ولا عليك، المهم انت خدمي على راسك وانا نخدم على راسي وحنا مزوجين. ايوا انا عارفاكم هنايا غادي ديروا الصف وغادي تفلوا عليا. كاينه شي وحده كتشرط على راسها هاد الشرط، انا شرطته على راسي ما عرفتش. المهم انا كان كيقول لي عقلي غير ما يقول لي صرفي معايا صافي ما عنديش مشكل كاع ما يعطيني. ايوا البنات المهم درنا الخطوبه. هذيك الخطوبه بابا عيات كتقول لي شري هادي وشري هادي يا بنتي وديري هذا بنتي. كنقول لها شوفي ماما، اللي غادي ديروه ديروه، اللي ما غاديش ديروه كاع ما ديروه، انا ما غادي نشري حتى شي حاجه صافي. انا ماما ما عنديش الفلوس. كتقول لها بنتي انت شحال وانت خدامه واش ما عندك والو تحت منك؟ كنقول لها ماما انا ما عنديش، وهي بطبيعه الحال عارفه الذهب، ولكن كتقول راه واخا كنشري شويه كنخبع شويه، ولكن انا قلت لها يا ماما راه ما عنديش. المهم انا ما غادي نخسر حتى شي درهم على هذه الخطوبه، غيجي يخطبني بحال ايها الناس. ايوا صافي يا البنات جا خطبني الصراحه، حتى هو ما خلاش من جهدو، شرا اللي عليه، وبابا مسكين حتى هو وجد اللي عليه ووجدنا وجا خطبني ودرنا واحد الليله على قد الحال. في العرس قال لك لا حنايا نشاركوا، الا بغيتي تشاركي معايا في العرس ديالي ونديروا ليله وحده. قلت له لا خويا ما تشارك معايا، ما نشارك معاك، انت دير العرس ديالك في الدار ديالكم وانا ندير العرس ديالي على قدي في الدار ديالنا، وهذيك الساعات ونجي لعندك ولا جي جيبني ولا اللي بغيتي. المهم هي ما نشارك معاك ما تشارك معايا، كل واحد يدير على قدو. انا قلت لماما انا ما باغاش شي عرس كبير، باغا غير واحد الليله نجيب غير لاشر، ما نجيب لا جوق لا حتى شي حاجه، غير لاشين في الدار ديالنا وندير الحنه وخواتاتي وصحاباتي وبنات عائلتي والجيران ديالنا يفرحوا معايا، ونمشي عند الراجل ديالي يجي مورايا ويديني. قالت لي ماما بنتي انتي تعرفي دابا تبارك الله راكي ماشي صغيره، هذيك الساعه تبارك الله راه كانت عندي شي 25 ولا 26 عام. المهم البنات درت واحد الليله واخا بسيطه، ولكن كانت منها لكل بنيته باقا ما مدت يديها الحنه. جا لعندي هو من قرب يصبح الصباح، المهم تقربنا نساليو، جابوا خوتي ديك الطارطه الكبيره عيطوا له جا باش تصور معايا حداها، وهذاك هي اصلا كنت غادي نروح. المهم رحنا البنات سافرنا، انا باقا عاقله، سافرنا لواحد المدينه سياحيه فيها البحر. ديك المدينه زوينه بزاف، اول مره كنمشي لها. كيقولوا واحد المثل حنا المغاربه كيقول لك الا بغيتي تعرف صاحبك هو سافر معاه. انا تما من سافرت مع راجلي بقيت كنعرفوا على حقيقته، راه ماشي هو ديك السيد اللي كان خدام معايا، لا هذا شويه مكشاش. حيت السيد اللي كان خدام معايا كان كيجيب لي قرعه الماء ما كيبغيش يتخلص مني، كيجيب لي الفطور ما كيبغيش يتخلص مني. حنا منين سافرنا البنات هي النهار الاول بان العربون بحال اللي كيقول. المهم مشينا لواحد الاوطيل في الصباح، منين خرجنا تشدينا ديك الاوطيل بلا ماكله، يعني غير غادي نعسو فيه، الماكله غناكلو برا. حتى هما عندهم الماكله ولكن الماكله ديالهم جاتنا شويه غاليه الصراحه. كنخرجوا لبرا دابا في الصباح ملي كنخرج مع ديك جوايه 11 كنوضوا من النعاس كنخرجوا، كيبقى يدورني، كندورو كنقول انا راه فيا الجوع خصنا ناكلو. كيقول لي هير بلاتي انا راه باقي ما كتحليش الشايه في الصباح. هو كونطر ملي كنا خدامين كان كيجي ديريكت كيدخل خصو يفطر، كنبقاو ندورو اش كيدير حتى الجوج ولا الثلاثه عاد كناكلو. باش كناكلو بحال اللي كنديرو فطور وغدا. السيد ما كيطلبش الفطور مثلا اللي بحال هكا البيض مقلي ولا شي كرواسون ولا شي حاجه بحال هكا، لا السيد كيطلب ليا لي بلا، كيطلب الروز، كيطلب شي حاجه المهم لي بلا بحال هكا باش كيغلق مزيان. وانا ملي كيقول لي نتيا كولي مزيان ما تطلبيش مثلا قهوه ولا شي حاجه، طلبي شي عصير وطلبي صافي خصنا باش ناكلو. قلت له ولكن علاش هذا راه سميتو الغدا وحنايا راه خصنا نفطروا. كيقول لي غير كولي مزيان. عاوتاني في العشيه اش كنديروا، كيبقى يدورني حتى كدير ديك 8 ولا 9 اش كناكلو، كيدخلني للمحلابه باش كناكلوا الحرشه ولا شي حاجه بحال هكاك. صافي داك هو العشاء، يعني وليت كناكل 2 وجبات في النهار، الغدا والكاسكروط اللي هو كيعشيني والغدا اللي هو الفطور. انا قلت له شنو هذا الشيء؟ قال لي شوفي راه انا كنت داير واحد الميزانيه وخرجت لي ميزانيه، ودابا حنا يلاه درنا العرس وانا خسرت الفلوس وهذاك. قلت له ولكن لا ماشي هكا. قال لي عرفتي شنو، لا بغيتي سلفيني. قلت له اش غنسلفك انا راه ما عنديش. قال لي كيفاش ما عندكش وانتي على ما قلتي لي بلا انت ما كتعاونيش لا باباك لا داركم، تبارك الله انا شفت باباك بلا ميسور يعني ما وقفش عليك، سلفيني حنا هنا مسافرين، سلفيني ونخسروهم على راسنا ونتهلا فيك بالمزيان. ديك الساعات من نرجعوا من السفر ونخدم شويه ونعطيك الفلوس ديالك، اصلا انا راه فيا الكريدي ديال العرس. قلت له علاش من عرس انت درتي؟ قال لي لا وراه الكريدي ضروري، وراه انا عندي العائله كبيره وما نعرف شنو، وانتي راه داكشي ما شفتيش، انا راه ما درتش بحالك. قلت له انا ما شفت حتى شي حاجه وانا ماشي شغلي في الكريدي ديال العرس ديالك. المهم حنا جينا مسافرين هنايا خصك تهلا فيا. السيد ما عجبوش الحال وبحال اللي بقى كيهضر معايا ديك الهضره ثقيله. المهم ديك السفر هكا دوزتو بالسيف، كنت ناويه نجلس واحد 2 سيمانات بحال هكا. من حيت ديك المدينه الصراحه عجباتني، مدينه سياحيه ومدينه كبيره ونقيه بزاف،
قلت غادي نبقى فيها واحد شويه ساعه والو، كملنا سيمانه بالسيف ورجعنا بحالتنا. اصلا هي ما كاملاش حتى سيمانه، بحيت نهار غير ديال الطريق ديال المشي والمجي. المهم جينا دخلنا للدار ديالنا، راه الدار ما عندوش غير كاري. البنات الراجل تبدل عليا، ما بقاش كيما كان. السيد رجع الهضره ديالو ثقيله، ما بقاش كيهضر معايا. انا البنات واخا هكاك انا اجتماعيه، انا واحد السيده كيعجبني نهضر، كيعجبني نضحك، كيعجبني ملي نكون جالسه نطلق الموسيقى، نقدر نوض نشطح مع المرايه بحال الحمقى. هو السيد داكشي كامل ما عندوش معاه، اولا غير تبدل. المهم واحد الليله انا قلت له اجي نقول لك علاش تبدلتي. البنات بقى كيهضر معايا، قال لي انا هادشي بزاف عليا، وانا كنت كنقول زعما ديك غير هضره اللي كنتي كتقولي لي قبل ما نتزوجوا، انا خصك تعاوني معايا. هذيك الليله البنات دار لي غسيل الدماغ، انا ما عرفتش شنو وقع لي حتى دار لي غسيل الدماغ، بصح وبالنيه راه دار لي غسيل الدماغ. انا اعز حاجه عندي في هاد الدنيا هي الذهب. لقيت راسي البنات كنبيع الذهب ديالي بلا ما كنحس. قلت له دابا شنو خصك مني؟ قال لي خصك تعاونيني، انا كان فيا الكريدي وانا قلت لك غير سلفيني، اللهم نكون نسلف من عند المراه ديالي ولا نسلف من شي جهه اخرى. قلت له انا بصح بالنيه ما عنديش الفلوس، عندي شي حاجه قليله ما نقدرش نعطيهم لكم نجلس 0 درهم. قال لي شحال عندك تقريبا؟ قلت له البنات عندي 3 المليون، وانا بصح كانت عندي 3 المليون. وقلت له الصراحه انا ماما ما بغيتش نقول لها الصراحه، وهو قلت له الصراحه. قال لي عرفتي شنو؟ غادي تسلفيني منها 1.5 مليون وغادي تخلي 1.5 مليون ديالك. المهم خير الامور اوسطها، عطيني هذيك 1.5 مليون وغادي نردو لك. قلت له واخا. عطيته يا البنات ديك 1.5 مليون، دوز سيمانه جا لعندي، بقى عليا شوف انا ولا حبيبه وانا راجلك وانا كنبغيك وانا ما عرفت شنو، وهو كلشي ديالنا، وانا على من كنخدم وغادي نديروا وليداتنا وغنكبروا وليداتنا وخصنا وليداتنا ما نعرف شنو. يا البنات عرفتو دار لي غسيل الدماغ. قال لي عرفتي شنو؟ بغيت دابا 2 المليون. قلت له انا ما عنديش 2 المليون. قال لي غادي تشوفي مني غادي ديريها ليا، راه شي ناس كانوا باقيين كيسالوها ليا وراه رجعوا. المهم البنات عرفتو دوخني بالهضره. شنو انا ما عنديش 2 المليون؟ هزيت واحد السلسله ومشيت بعتها وجبت له ديك 2 المليون يا البنات. المهم انا راني بقيت 0 درهم، بعت السلسله مع الفلوس اللي كانوا عندي وكملت وعطيته. ايوا يا البنات السيد عرفتو رجع كيضحك معايا من مر ودنيه. السيد رجع كيدخل للدار، ديك لومبيونس، ايوا انا عجبني ديك الشيء يا البنات. رجع الحاجه اللي قالها لي ما كنقولوش لا، الحاجه اللي قالها لي ما كنقولوش لا. وليت كنخدم البنات، كنجيب الصالير كنحطو تما هكاك فوق الطاوله، كنقول له هو هذا الصالير ديالي. بقيت كاع كندوز عند تايبي، ورجعت كنعرف غير راجلي والخدمه. ولات ماما كتقول لي يا بنتي شنو هذا الشيء هذا؟ كنقول لها ماما هذا الشيء اللي عطا الله، هذاك راه راجلي وضروري خصني نتعاون معاه. كيبقاو غير كيشوفوا فيا هما، كيقولوا لي واش هذه هي نوال؟ كنقول لهم هذه هي نوال. علاش؟ شنو عندكم شي مشكل؟ انا وراجلي متفاهمين ومتحابين، ضروري خصني نعاونوا. ماما كتقول لها بنتي الله يعاونك، عندك غير شي نهار تندمي. وانا يا البنات راني ما حاسه بحتى شي حاجه، ما حسابنيش كيفرش ليا الحصيره فوق البير. المهم بقيت معاه بحال هكاك، دازت الاعوام، راني بقيت معاه شي 4 سنين، حنا متفاهمين بلا ما غاديش نولدوا في الاول حتى من بعد. واخا انا راني تبارك الله هنا كبرت، راه دابا عندي شي 29 عام، ضروري خصني نولد غير واحد الوليد ولا بنيته في الاول، ولكن انا كنقول ماشي مشكل، خليني بعدا كنعاون راجلي. المهم حيت هو دابا مزيان معايا البنات، عرفتو كيدخل كيضحك وكيخرج كيضحك وكيدير لي خاطري فوق الجهد، وانا كنقول هو هذا الراجل. المهم واحد النهار البنات هو جالس كنشوف التليفون ديالو كيصوني، هو داير له سيلونس، كنشوف غير الضو كيشعل. قلت له شكون كيصوني عليك؟ قال لي ما كيصوني عليا حتى شي واحد. قلت له ما يمكنش، وانا راه خدامه معاه، راه كنمشي انا وياه للخدمه وكنجيو انا وياه من الخدمه. بطبيعه الحال انا كنجلس هكا في الدار كندور كندير الشغل ديالي، هو كيخرج كيجي عندك شويه 11 12 الليل كيكون غير في القهوه هكا مع الدراري. المهم انا ما عمري ما شكيت في الراجل، بقيت كنشوف هكايا كنقول له علاش التليفون ديالك كيصوني؟ واصلا انت علاش دائما داير التليفون ديالك سيلونس وما عارفاش انا لا الكود ديال التليفون حتى شي حاجه؟ واخا هو عارف الكود ديال التليفون ديالي، كيشوف تليفوني كيصوني كيجاوب خوتي كيجاوب العائله ديالي. المهم انا ما عنديش معاه مشكل في داكشي، ولكن هو عنده معايا مشكل. ديما كنسولو كيقول لي ما كاين حتى شي حاجه. كنقول انا ما يمكنليش نشك في الراجل، هو خدام معايا. واحد النهار هو يا خليته متكي وانا دخلت كندوش، انا كندوش وانا كنسمع بحال شي واحد كيهضر غير بشويه هكا في التليفون. بقيت رديت هكا البال مع الهضره من جايه، كنلقاها جايه من البيت. خليت الماء مطلوق بحال هكاك وحليت الباب غير بشويه وخرج جايه غير على راس صبعاني بحال هكا، حتى كنسمعو كيهضر في التليفون. قال لها شوفي دابا اليوم ما غاديش نقدر نتلاقاك، ولكن غدا ان شاء الله غادي نجي لعندك وغنجيب لك الامانه. قلت هذا مع من كيهضر؟ لمن هاد الامانه؟ واش كيهضر مع شي واحد ولا كيهضر مع شي وحده؟ المهم خليته بحال هكاك وبقيت كنسمع. قال لها شو صافي غير كوني هانيه، صافي غير ما تبكيش، وانت غير سمعيني ما تبكيش، انا راه كنبغيك بزاف وكوني اكيد غادي نتزوج بك. هي لما عطاتناش الموافقه انا غادي عارف كيفاش غادي ندير وغنتزوج بك. عرفتوا يا البنات انا كنت خارجه من الدوش، يعني راه كنت فاسقه ملويه عليا غير الفوطه. عرفتوا البنات راه تخلطت عليا الاحاسيس، بقات كتطلع معايا السخانه والبروده، ما عرفتش كيفاش.
كيفاش هذا الراجل هذا كيقول لها غادي نتزوج بك؟ بمن غيتزوج؟ لا حنايا دركنا دوزنا 10 سنين ولا 15 عام مع بعضياتنا، ما يمكنش. انا الراجل البارح تزوجت به يعني يلاه 5 سنين وما عندي معاه لا ود لا بنت. اللي غنقول مثلا السيد طلعت له فراسو، دايره له فحال ما القليل. الحاجات اللي كنت كنقول انا مستحيل نديرهم كنديرهم معاه، الحاجات اللي كنت كنقول مستحيل نديرهم كنديرهم عليه. كيفاش هذا غادي يتزوج؟ خليته بحال هكاك ورجعت للدوش، درت ما فراسي خبار، كملت الدوش. بقيت كنفكر تما كاينه واش نقول له واش نواجهه. قلت لا ما غادي نواجهه، ما غادي نقول له ما والو. بلاتي هو غدار حتى وانا غادي نلعب معاه اللعبه ديال القط والفار. خليه حتى غادي نشوف شنو كاين. خرجت البنات من الدوش، السيد دار راسو ناعس بحال اللي ماشي هو، قال لي كان كيهضر في التليفون. حتى انا ما قلت له حتى شي حاجه، لبست عليا قلت له انا غادي نمشي للدار ديالنا، يلا تمشي معايا. قال لي لا غير سيري خصني نرتاح. قلت له ما غاديش تخرج. قال لي بلاتي شويه غنخرج نجلس غير شويه مع الدراري. صافي انا عرفت ديك الساعه، تاكدت بلا الراجل عنده الصحبه. راجلي انا داير عليا الصحبه، فين تلاقاها وفوقاش تلاقاها الله اعلم. المهم حيت السيد كنخدموا انا وياه، ولكن راه كيخرج في العشيه، كيخرج وتقريبا الويكاند كيقول لي انا عندي الشغل، انا كنبقى ندير الميناج. انا قلت لكم هذا السيد الله هذا اللي غاسل الدماغ. ايوا خليته بحال هكاك يا البنات. بقيت معاه كنهضر معاه عادي، قلت له انا بغيت ندير الوليدات. قال لي واخا ماشي مشكل نديروا الوليدات دابا تبارك الله حنايا راه تقريبا كوننا راسنا وانا كنعاونو. الكرا هو كيخلصو ولكن انا هازه راسي عليه بزاف، وحتى الا وقف عليا كنعاونو. قلت له بغيت ندير الوليدات. قال لي صافي واخا. المهم بقيت هذاك الشهر انا راه ما باغا البنات لا ولاد لا حتى شي حاجه، حيت انا ما نقدرش نولد مع واحد غدار. غير انا الخطه ديالي دابا، انا بديت في الخطه. قلت له بغيت ندير الوليدات. قال لي واخا ولا عليك يلاه نديروا الوليدات. بقيت البنات هذا الشهر ما جابش الله، الشهر اللي موراه ما جابش الله. المهم بقيت هكاك شي 8 شهور و8 شهور وانا صابره. كل شيء شوفوا انا راه عاودت هادشي لماما وخواتاتي البنات، بحيت انا ما كنخبى عليهم والو. كيقولوا لي واش هذه هي نوال؟ هذه هي نوال اللي كانت حاره وما يقدر حتى واحد يهضر معاها، وراسها عزيز عليها بزاف، والفلوس ديالها عزازين عليها، وحاجتها عزيزه عليها. كنقول لهم دابا هادشي اللي عطا الله، ولكن غير خليكم ووقفوا وتفرجوا، فراكم في الاخير غادي تصفقوا لي على هادشي اللي غندير. اما هو راه ما سايق الخبر لتا حاجه، هو اللي عارف دابا حاليا بلا انا ملهيه مع الولاد. كنعيط له كنقول انا مشيت لهاد الطبيب، راه شنو قال لي؟ راه بلا خصني شي هرمونات يتقادوا، راه خرج لي شي فيتامينات، كنشرب هاد العشب. وانا هادشي كامل راه ما كندير منه حتى شي حاجه. واحد النهار جيت لعندو قلت له ايوب راه واحد الدار كتباع، راه لقيت واحد الدار كتباع وراه الورثه عندهم فيها المشاكل، وراه سمعت راه طالقينها للبيع بواحد الثمن اللي هو رخيص بزاف. قال انا ما بغيتش البارطما البنات، انا راه بغيت الدار، بحيث البارطما كيدخلوك ديريكت مع الكريدي، انا بغيت الدار. قال لي هو ولكن كيفاش غادي نديرو حنا ما عندناش. قلت له لا ما تخممش، عرفتي شنو غادي تمشي تهز الكريدي من البنكه. انا دابا حاليا عندي لاكارت ديالي مساليه، وانت غادي تهز الكريدي من البنكه. قال لي ولكن كيفاش غادي ندير مع الكرا والمصروف؟ قلت له ما تهزش الهم حتى شي حاجه، انا كلشي غادي نتكلف به. انت غادي تمشي غتهز كريدي من البنكه ونخليو الفلوس على يدينا، وديك الساعه نقدروا نبيعوا الذهب ديالي باش نشريو هذيك الدار. قال لي واخا ولا عليك. المهم مشينا دفعنا الاجراءات للكريدي ديال البنكه، عطاوه الكريدي حيت هو عنده الصالير ديالو. راه ملي تزوجت به راه كل ساعه كان كيترقى في لي بوست، يعني راه تبارك الله راه وصل شي مليون وشي 3000 درهم بحال هكا، ومع لي بريمو هذيك راه كتجي مليون و7000 درهم، وانا راه عندي غير 7000 درهم في الصالير ديالي. يعني انا اصلا كنت كنخدم هكا في الاداره غير ديك لي بوست صغارين وصافي. صافي درنا الاجراءات ديال البنكه كاملين، طلبنا 15 مليون، هو كلشي في سميتو. دوزوها له في البنكه، انا قلت لكم هو الصالير ديالو مزيان. دوزوها له في البنكه، قلت له ما تخليهاش ما كيجيبها حطها على يديا هنايا في الدار، باش نهار اللي يقولوا بالله المسائل والمشاكل ديال ديك الورثه تفكوا انا الاولى نكون تما كاينه، حيت السيد اللي مكلف بديك الدار راه انا كنعرفو مزيان. قال لي ولا عليك. المهم جاب ديك 15 مليون بحال اللي كيقولوا زرقاء كتنطح اختها، خليتها عندي في الدار. صافي البنات ديك الساعه قلبي براد من واحد النهار وانا دخلت بحالتي للدار بكري وقاديت راسي، وهذاك هو دخل من الخدمه. بقينا جالسين كنهضروا شويه، قلت له شوف انا كنحس براسي بحال اللي ظالمك معايا. قال لي علاش؟ قلت له شوف دابا انت تبارك الله كبرتي، واحد الراجل ها انت دابا غادي تشري الدار ديالك وخدام مزيان، وانت باغي وليداتك وانا بحال اللي كنحس براسي بلا انا بحال اللي ربي ما عطانيش الوليدات، ما عنديش النصيب في هاد الدنيا ديال الوليدات. ها انت شوف الا كنتي بغيتي تتزوج ولا بغيتي دير وليداتك انا ما عنديش مشكل. قال لي انا واش كتقولي؟ قلت له شوف انا راه ما عنديش مشكل، انا كنهضر معاك وربي شاهد، انا راه ما عنديش كاع مشكل الا بغيتي تتزوج. قال لي لا ما يمكنش، انا عمري ما سمعت شي مرا كتقول هكا لراجلها. قلت له انا كنقولها لك بحيث انا واحد السيده كنخاف الله وعارفه بيني وبين الله، وما نبغيكش تمشي دير شي حاجه في الحرام ولا هكايا. اللهم تزوج ودير ديك الشيء في الحلال ودير وليداتك، وحتى انا ما كرهتش نشوف وليداتك وعادي. وتكون غير هي شنو غتختار شي وحده تكون خدامه وتا هي تكون بنت الوقت باش نتفاهموا انا وياها، وما يخصنا خير باش نتعاونوا على هذا الكريدي ونخلصوا هذا الكريدي ونكملوا الدار ديالنا ايوا صافي ونسكنوا فيها كاملين بينا.
قال لي واش كتهضري من نيتك؟ قلت له انا كنهضر من نيتي. قال لي لالا اش نقول لك حتى نفكر في هذا الموضوع ونرد عليك، انا ما على بالي والو. قلت له المهم هضر مع ماماك الا بغات ماماك تزوجك ولا انا نزوجك ولا اللي بغيتي، وانا عارفه بالله هو على يدو العروسه، انا دابا غير بغيتو يعرفني عليها حيت انا الخطه ديالي هي نتعرف عليها وتجي عندي للدار. المهم بقيت هكاك واحد اليومين، قلت له عرفتي شنو، انا غادي نسافر انا واختي، راه ماتنا شي واحد من العائله، هو نيت كيعرف ديك الناس اللي مات لهم من العائله، وبصح مشينا لديك الجنازه ولكن حنايا ما جلسناش في الجنازه، غير مشينا عزينا وخرجنا انا واختي. وعرفتوا البنات فين مشيت؟ عرفتوا فين مشيت لهذيك المدينه اللي مشيت لها ندوز فيها شهر العسل انا وياه، حيت بصح وبالنيه حمقاتني. تما يا البنات شفت واحد البارطمات، حمقوني ديك البارطمات. مشيت البنات وبعت الذهب ديالي كامل، وزدت سلفت من عند ماما شي شويه ديال الفلوس وشريت البارطمه اللي كنت كنحمق عليها وفي المدينه اللي حمقيت عليها. هادشي كامل درناه انا واختي في سيمانه، هو كيحسب له راه حنايا في الجنازه عند ديك العائله. ايوا صافي مشينا رجعنا من مور ماما للجنازه للدار ديال الجنازه، وجينا بحالتنا للمدينه اللي حنايا ساكنين فيها. صافي جينا بقى هكاك واحد شويه بقى كيسولني كيقول لي امضر هذيك الدار اللي غادي نشريو واش باقي ما تفكوا فيها المسائل؟ كنقول له باقيين مشكلين، ولكن كون اكيد بالله حنا هما اللي غادي ناخذوها. ايوا صافي وليت سولت وقلت له امضر شنو درتي في ديك القضيه ديال الزواج اللي هضرت معاك عليها؟ قال لي شوفي انا راه بغيت نفاسحك في هذا الموضوع، ولكن خفت كبالي تمشي تقلقي ولا شي حاجه. المهم انت الا ما كانش عندك مشكل وبغيتيني نتزوج، انا راني شفت واحد بنت الناس. قلت له مزيان، وهذه خبر جديده وخبر كتفرح، واش ماماك اللي شافتها لك ولا خوتك ولا نتايا؟ قال لي شو دابا الصراحه هاد بنت الناس هذه انا ما كنعرفهاش بزاف، ولكن كنشوفها وكنظن حتى هي ما عندهاش مشكل. قلت له ما يمكنش كتظن ما عندهاش مشكل، واش عندها مشكل ولا ما عندهاش مشكل ولا كتظن ولا انت متاكد؟ قال لي بيني وبينك انا متاكد، انا اصلا هضرت معاها. قلت له فوقاش هضرتي معاها؟ قال لي منين هضرتي معايا؟ ديك الساعه انا بحال اللي قلت لك راني فكرت في هذا الموضوع مزيان. هو قلت له مزيان اللهم سخير، دابا شنو هاد بنت الناس، واش حنا غنمشيو لعندها ولا هي غادي تجي لعندنا؟ قال لي اللي بغيتي. قلت عرفتي شنو، نتلاقى انا وياها ونتايا في شي قهوه. ايوا تلاقينا في القهوه. صراحه شفت البنت كتبان واحد الشالوطيه، كتبان قاده ومقده، حيت مهما لصقت اصلا في الراجل هو مزوج راه الا شالوطيه وقاده ومقده. قلت لها مرحبا بك، قالت لي انت مراتو ما عندكش مشكل؟ قلت لها لا انا ما عنديش مشكل. المهم السيده كتهضر وهي واثقه من راسها. ايوا قلت لها حبيبتي فين عرفتي هذا الراجل؟ قالت لي الصراحه انا ما كنعرفوش بزاف، دابا يلا تقريبا شي 2 سيمانات بحال هكا فاش تلاقيت معاه، وقال لي بالله هو ناوي المعقول باغي يتزوج، وبالله هو ديجا مجوج وعنده المراه ديالو كيبغيها اللي هي نتيا وكيحماق عليك وما ناويش يتفارق معاك. والصراحه انا شفت ولد الناس وانا براسي باغا ندير وليداتي، وقلت ما كاين مشكل. قلت لها فراسك راكي غادي تسكني معنا في الدار؟ قالت لي فراسي غادي نسكن معاكم. قلت لها واخا، وانت كتعرفي الدار فين غتسكني فيها؟ وراكي عارفه انا دابا حنا غير كاريين باقي ما شرينا الدار. قالت لي انا عارفه هادشي كامل، هو عاودوا لي، ويعني السيد راه معاها شحال هذه وكيعاود لها التفاصيل ديال حياتنا. خليتها حتى انا هكاك وبينت لهم بالله انا دمدومه. قلت لها صافي عرفتي شنو، نهار السبت ان شاء الله تجي لعندنا للدار تعشي معنا. هي شافت فيه هو شاف فيها، انا راني شفتو بنص عينيا بين قال لها وافقيه وهي وافقات، وانا راه ربي اللي عالم بيا والقلب ديالي كيحرقني من الداخل، ولكن كنقول ماشي مشكل، غير خليك اللي جاي بحال اللي كيقولوا احلى، غير خليك انت غادي نوريك العيالات علاش قادين. انا كنت معك مرة ونص وانت صدقتي شماته وانا غادي نوريك. ايوا المهم مشينا بحالتنا. قال لي كيفاش جاتك السيده، واش عجبتك؟ قلت له مراه بحال ايتها المراه مزيانه باغا دير وليداتها، الله يسخر الله يكمل عليها بالخير. قلت له ولكن دابا بغيتي نعرف، انا ما فهمتش انا هاد البنات اليوم كيفاش هي عارفاك مزوج وقابله تزوج بك وها انت شتي؟ قلت له ولكن دابا انا لما بنت انا كنبان صغار منها وحسن منها. قال لي لا وهي ماشي مشكل في ديك الشيء، انا اصلا ما شفتهاش على الزين ولا شي حاجه، انا شفتها غير بحيث هي اللي غادي تقبل باش تزوج براجل مزوج وباش دير الوليدات. قلت له واخا سيدي ماشي مشكل، انت ضربتي حسابك وانا حسابي، دابا تشوفوا في الاخر. ايوا المهم ديك النهار ديال السبت مشيت وجدت العشاء وقاد وانا فرحانه، هو كيدور يجي يقول لي ناوي زعما كاينه عندك عادي؟ قلت له عندي عادي. المهم قلت له صافي فين هي دابا السيده، واش غادي تجي ولا غتمشي موراها؟ قال لي لا انا غنمشي موراها. المهم مشى موراها وجات السيده. عرفتوا البنات في الحله اللي حليت لها الباب، السيده وقفت دخلت للدار، انا تاكدت 25 مليون في المية بالله هاد السيده هذه ديجا داخله للدار ديالي، حيت راه الانسان ملي كيكون اول مره دخل للدار راه كتكون معروفه، وملي كتكون السيده يعني عارفه فين تمشي وفين تجلس وفين تدور راه كتكون معروفه. السيده دخلت للدار بحال اللي مولات الدار، بحال اللي اصلا عارفه الدار فين تجلس، وبقيت انا غير كنشوف فيها. خليتها دخلت، بقاو جالسين ديك الساعه كانت دايره 9 ديال الليل. جلست بقينا جالسين هكا كنتهاودوا. وجدت الصينيه في الكوزينه، حطيت فيها 2 ديال الكيسان
شويه وانا دايره مع اختي. انا قلت لكم كنعاود لماما وخوتي كل شيء. اختي صونات عليا قالت لي انا درت ملي كنت زعما كاينه كنهضر زعما بحال اللي كندير هكا شي حاجه في الكوزينه ودرت مكبر الصوت، وهي تقول لي اختي شوف اختي دغيا اجي دغيا محتاجينك في الدار ديالك. هو سمع الهضره بحال هكاك جا قال لي ناوي ياك لاباس. قلت له ما عرفتش شنو واقع في الدار ديالنا. المهم انا غادي نمشي، هيا السيده هنا معك دابا راه ماشي برانيه عليك، دابا راه غترجع مراتك، انا غنمشي دغيا عطيني غير واحد كاع الا تعطلت ساعه ونص بالكثير وغادي نجي دابا. ها نتوما جالسين. قال لي وصافي. قلت له عندك تتعشى حتى نجي؟ قال لي لا ويلي لا نتعشى وصافي كوني هانيه. خرجت البنات نيشان من الدار ديالي، نيشان طرت للكوميساريه. مشيت للكوميساريه قلت لهم راجلي مدخل وحده. قال لك مأكده؟ قلت لهم مأكده راجلي مدخل وحده للدار. انا كنت في الدار ديالنا دابا، ملي وصلت حدا الباب كنسمع الهضره والضحك والموسيقى، وراجلي راه مدخل لي وحده للدار. راجلي كيفسد عليا وانا اصلا عارفه ومأكده وعندي الشهود وعندي الدليل وعندي. قال لك واخا. كنركب معاهم في الطوموبيل ديال البوليس وكنجيو نيشان للدار. كنحل ليا البنات بالساروت، كنلقاهم جالسين لك طالق لك. قلت لكم بالسبت كانوا دايرين السهره، كنلقاهم دايرين لك السهره وجالسين على الضحك. كيشوفوني كيشوفوا البوليس كيتصدموا. شكون هادي؟ ما شكون هادي؟ لا هادي خطيبتي. كيفاش خطيبتك؟ وهادي شكون؟ هادي مراتي. وكيفاش هادي خطيبتك؟ واش نتايا كتريقل علينا ولا؟ قال لهم لا هادي راه خطيبتي ومراتي راه عارفه. انا ما فهمتش شنو واقع، راه غير سوء الفهم. قال لي البوليسي كيفاش عارفه؟ قلت له انا سيدي واش كاينه شي وحده كتعرف هي في دارها وكتخرج من دارها وكتخلي خطيبتها مع راجلها؟ قال هادشي ما كاينش. يلاه زيدوا كيجروهم هكاك كيطلعوهم ديك الصطافيط كيديوهم. الراجل بقى غير كيشوف فيا، بقيت انا كنشوف فيه الصراحه وقلبي برد. قلت له هادو هما الفعايل ديال ولاد الحرام، انت ولد الحرام وانا ولعبت معاك بالفعايل ديالك. ايوا مشى لك للكوميساريه ديك الليله ديال السبت والحد والاثنين عاد غادي تكون الهضره. نهار الاثنين جا لعندي عيط لي المحامي ديالو. المهم هذا المحامي انا ما طللت عليه ما رقبت عليه ما حتى شي حاجه. جات لعندي العكوزه ديالي وجاو عندي خواتاتو شنو هذا الشيء واقع. قلت لهم انا ما عرفتش شنو هذا الشيء واقع، حيت داك الشيء انا درته له بالزربه. يلا قال لي بالله انا عرفت السيده. قلت له صافي نتلاقاها في القهوه. مشيت لقيتها في القهوه، درت معاها نهار السبت نتلاقاو. يعني ما عطيتوش حتى فرصه في العائله ديالو تسيق الخبار ولا، وما هضرت معاها لا في التليفون، ما هضرت معاها، ما خليتش كاع مورايا الدليل. هكاك انا كنت بحال كيقولوا واخا سكران وحاضي حوايجو. انا قالت لي يا مو بنتي هادشي شنو واقع؟ قلت لها انا انت خالتي اللي غادي نسولك شنو واقع. انا مشيت نهار السبت غير للدار ديالنا على اساس غادي نبات فيها، حتى كتعيط لي الجاره ديالي قالت لي علاش مخليه التلفازه بحال هكاك مجهده، نتوما ما مولفينش مع حنا معروفين كنخدموا كنعسوا بكري. قلت لها لا راه حتى واحد ما كاين في الدار. بقيت كنصوني على الراجل ديالي التليفون ديالو مطفي. انا كيحسبني شي واحد في الدار ديالي. من جيت كنسمع التلفازه مجهده وكنسمع الناس كيضحكوا، انا تخلعت. راجلي تليفونه مطفي. مشيت عند البوليس وجبتهم، حليت الباب كنلقى ولدك هو وصاحبته في الدار. قالت لي لا هادشي ما يمكنش. قلت لها هادشي يمكن، الا كذبتيني سيري سولي البوليس راه هما اللي جاوا لقاوهم. المهم بقات كتبكي. بنتي ديري له التنازل، ما بنتي ما تخرجيش عليه، ما تخرجيلوش على خدمته. قلت لها غادي ندير له التنازل ولكن خصني نمشي لعنده هو نهضر معاه. ويا البنات ملي مشيت لعنده هو بقى غير كيشوف فيا. قال لي شنو هادشي درتي؟ انا والو حشومه عليك. قلت له انت اللي حشومه عليك، انا اللي خسرت عليك رزقي كامل، وانا اللي كنت معك بنت الناس وقفت معك مره، ولكن انت صدقتي شماته ما كتسواش. قال لي دابا انا غادي تخرجي عليا وتخرجي لي على خدمتك. قلت له غادي ندير لك التنازل وغادي تخرجي من الحبس ولكن بشرط. قال لي شنو هو؟ قلت له هي الشرط هي اول حاجه غادي تطلقني، وثاني حاجه غادي دير لي التزام بالله انا ديك الكريدي اللي هزيتي انت من البنكه انا ما عندي به حتى شي علاقه. الكريدي ديالك هزيتيه انت وخديتيه انت وانا ما شفتو ما والو، هو اصلا داز لك في الكونط ديالك وانت اللي مشيتي جبتيه من البنكه، انا ما عندي به حتى علاقه. قال لي هذا سميتو النصب والاحتيال. قلت له انت اللي ضيعتي لي اجمل ايام عمري وضيعتي لي السنين ديالي وكنت كنخدم. انا الحاجه اللي ما كنتش كنسخن نعطيها حتى لبابا وخوتي في الدار ديالنا رجعت كنعطيها لك نتايا. انا الذهب ديالي اللي كنت الحلم ديالي هي ما نعرفش شحال نجمع ديال الذهب رجعت كنبيعهم عليك نتايا. انا قلت له لي الفلوس ديالي الصالير ديالي كنت كنتخلص كنجي كنحطو لك فوق الطبله، في الاخر انت مشيتي خنتيني وبيه فيه بغيتي تمشي تزوج عليا كاع. قلت له سيدي هذا الشيء هذا هو الشرط ديالي، الا كنتي قابل عليه مرحبا بك، انا انت غادي تسني وصيفط لك الشيء مع المحامي وانا نسني لك التنازل. ما بغيتيش انت سيدي ضرب الحبس، وإلا ضربتي الحبس راه انت هو الخاسر. انت الصالير ديالك مزيان ما غاديش تغلبك 2500 درهم في الشهر ديال الكريديت ديال البنكه، واصلا منين انا وياك غادي نطلقوا هذيك الدار غادي تطلقها، يعني ما غاديش تبقى تخلص الكرا ديالها. وحتى الا تزوجتي بهاد بنت الناس هذه اللي هي معك دابا غادي تزوج بها وغادي تعاونك في الكريدي، وانتما مريضه ما عنده باس. بقى كيشوف فيا قال لي انت راكي طلعتي نصابه خطيره. قلت له انت اللي طلعتي نصاب خاطر، انا كنت معك مراه وبنت الناس ومشيت معك بنيتي، وانتيا في البلاصه مشيتي كتخوني، ونهار اللي قلت لك تزوج في البلاصه بغيتي تزوج علاش على الولاد.
هذا هو الخير. قلت له هذا هو العهد اللي عطيتيني، وهذا هو اللي كنتي كتقول لي انا عمري ما نبدلك وانا كنبغيك وغادي نتهلا فيك وغادي تصرفي على راسك. هذاك الشيء كامل نهار اللي تزوجت بك ما لقيت حتى شي حاجه من داك الشيء كامل اللي قلتي لي، وفي الاخر كاع في خاطره بغيتي تجيب عليا الضره. ايوا سيدي حتى انا دافعت على راسي. المهم الا كنتي انت قادره سيدي تكفل بديك الكريدي اللي خديتي وطلقني، ما تعطيني والو في الطلاق. بقى كيشوف فيا وقال لي صافي انا موافق، خير ديري لي التنازل. انا درت له التنازل هو ياسنا ليا بالله انا ما عندي حتى شي علاقه بديك الكريدي اللي خداه هو. دابا الياقوتات ديالي انا القصه ديالي دازت عليها عامين. هو ما ساكنش معنا في نفس المدينه، واخا في نفس المدينه ولكن ماشي في نفس الكارتي، يعني خصني مع جوج المركوبات عاد كنوصل عندهم. اخبارو ما كنعرفوهاش كاع، حيت ما كيجينا لا من العائله، ما كنعرفش عائلته كامله، ما بقيتش كنعرف كاع اخباره. هذيك السيده انا ما عرفتش واش تزوج بها ولا ما تزوجش بها ولا شنو وقع بيناتهم. دابا حاليا انا سكنت في هذيك المدينه اللي من نهار اللي جيت لها معاه، وهو الحلم ديالي هي اني نبقى نستقر فيها. دابا ملي كتجي الصيف، حيت انا شريت بارطما حدا البحر، ملي كتجي الصيفيه انا كنهبط للدار ديالنا، وهذيك البارطما كنكريها في ديك 3 شهور ديال الصيف. صراحه كتدخل لي مصروف مزيان. ودابا حاليا انا مخطوبه بواحد السيد حتى هو خدام مزيان، ولكن انا مأكده بالله ما غاديش دوز عليا داكشي اللي داز عليا مع الاول، حيت وليت قاريه اسواريه بزاف وما بقيتش بحال اللي كيقولوا غير بوها ليا وراس مالي هضره. لا دابا رجعت كنهضر وكنطبق. هذه هي القصه ديالي. انا في الاول مشيت معاه بنت الناس بحال اللي سمعتوا في القصه كامله، يعني ما كنت كنتحاسب معاه ما والو. هو صدق ماشي مزيان، بغى يتعشى بيا ولكن انا فطرت به. دابا البنات نتوما غادي تخليو لي الراي ديالكم في القصه، واش انا درت شي حاجه غلطه، واش انا غلط، كل وحده تعطيني الراي ديالها في القصه. وهنا الياقوتات ديالي كنقول لكم اي وحده اشتركت تفعل الجرس باش يوصلوها الفيديوهات، حيت راه كننزل لي فيديو وما كيوصلوش لجميع المشتركين. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، وشكرا لاي وحده خلات التفاعل ديالها يا بجيم يا بكومونتير يا باشتراك. كنقول لك شكرا بزاف اختي، راني كنحمق عليك وكنموت عليك الياقوته.